خلاص ده الطلق، انا حاولت دلوقتي تصرخ وتتعصب وتقلب البيت وتصحي جوزها من النوم على اساس ان هي ولاده بقى. بعدها بشويه الدنيا بتهدى والوجع بيروح. ايه يعني ده ما كانش طلق؟ طب نعرف ازاي الفرق بين الطلق الحقيقي والطلق الكاذب؟ هنبسطها لك خالص. اهم النقط اللي بتخلينا نقدر نفرق بين نوعين الطلق: الطلق الحقيقي بيكون في اسفل البطن، بيوصل لاسفل الظهر كمان، وجعه شديد، بيكون على فترات متساويه متدرجه، يعني مثلا كل نص ساعه، بعدين الفتره تقرب تبقى كل 10 دقائق، بعدها تبقى مستمره، والالم بيبقى شديد جدا ولا يحتمل. طب الطلق الكاذب بيكون في الاغلب نتيجه لوضعيه غلط انت عملتيها، يعني شلت حاجه تقيله، اتحركتي غلط، حصل لك ارهاق وضغط نفسي، تبدا ساعتها تحس بانقباضات شديده والم، بس مجرد ما بترتاحي او تمشي شويه او تغيري وضعيتك الالم بيروح. كمان الانقباضات دي بتحصل على فترات متباعده مش منتظمه وبتتركز في اسفل البطن بس. اظن كده وضحت. الطلق الحقيقي بيبان جدا، كل اللي ولده طبيعي قبل كده عارفينه، مش اي وجع او انقباض يبقى طلق. فاصبري كده، ما توتريش نفسك، ميعاد ولادتك هيجي، ما تضغطيش على نفسك ولا على عيلتك، تشكي الدبوس يعني.